فيديو النهارده جميل وتحفه وهيوفر لكم وقت ومجهود وولادكم هيحبوه جدا. هنعمله كعشوه او غدوه او سندوتشات اللي احنا كلنا بنحتار هنعمل سندوتشات ايه. ادي عندنا الميني بيتزا، وعندنا خلية النحل بالنوتيلا، وعندي كمان البيتزا الكبيره، وعندي الخيار المخلل عاملاه في البيت، وادي توست كده او كايزر ممكن تعشوه اي حاجه. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة طبعا هنعمل مجموعة معجنات، ممكن نعمل هنعمل عجينة تنفع للبيتزا، تنفع لخلية النحل، تنفع لأي حاجة، يعني أي معجنات تحبيها ممكن تعمليها بالعجينة دي، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. عندي طبعا الدقيق، عندي 2 كيلو من الدقيق، يوازي كده 6 كوبايات، حوالي 11 كوباية من الدقيق، وعندي نص معلقة ملح، عندي معلقتين كبار من اللبن البودر. طبعا اللبن ده منزوع الدسم، يعني خالي الدسم. في كامل الدسم بيبقى لونه مصفر شوية، بيبقى افضل برضو، بس انا عندي اللي موجود منزوع الدسم. عندي مكعب خميرة بيرة، وعندي معلقتين سكر. عندي بقى للعجين عندي معلقتين من الزبدة، دي زبدة جاموسي على بقري، وشوية زيت كده صغيرين. دول مكونات العجينة. يبقى وكمان كل كوبايتين من الدقيق لهم كوباية الا ربع او كوباية الا حاجة بسيطة من المية الدافية. طبعا اجيب الاول هعمل ايه؟ اجيب المية الدافية واحطها على العجينة سوري الخميرة، على بال ما تبتدي ان هي تتخمر كده هنكون قلنا مكونات الحشوات بتاعتنا. عندي طبعا انا عايزه اعمل بيتزا. البيتزا لازم لها صلصه، طبعا الصلصه دي انا عاملاها في البيت، خلطها مصفياها وكل حاجه، وكانت في الفريزر طلعتها كده عملتها بالسكينه، لان القرار ده جه مفاجئ ان انا اعمل بيتزا. وعندي هنا كوسه بشرتها وحطيت لها شويه ملح كده بحيث تنزل الميه اللي فيها وتبقى برضو مملحه كويس. عندي معلقه كبيره من الثوم المفروم. عندي هنا دي فاصوليا قطعتها وحطيتها في ميه بتغلي لمده كام دقيقه كده، وشويه ملح معاهم، لونها اخضر وجميل جدا. عندي هنا فلفل حار مقطعاه ترانشات، وعندي فلفل حشو مقطعاه برضو ترانشات. عندي طماطم صغيره، لو عندي زي الكريز كده، يعني طماطم تشيري كده صغيره اهي، قطعتها كده نصاص. يعني لو ما فيش طماطم شيري اللي هي اللي تشتري الطماطم الصغيره دي وتقطعيها نصاص كده صغيره. طبعا ونسينا هنحط طبعا الزيتون، هنجهزه. الزيتون احنا خليته معاكم واستوى وجميل جدا. هنبتدي بقى في العجينه بتاعتنا. ادي الخميره بتاعتي، يعني حطيتها في الميه الدافيه والسكر، وهبدا انا مستعجله على العجينه، طبعا هعملها في حله كبيره عشان اسخن الغطا بتاع الحله، واعمل واحط الغطا عليها كده تتعمل بسرعه، تختمر بسرعه. فدهيل من الميه السخنه ابتدت الخميره بتاعتي تعمل كده فوق. هبدا اجيب بقى اجنب كل الحشوه دي على جنب كده. وعندي برضو النوتيلا، هنعمل خلية نحل بالنوتيلا، نسيت اقول النوتيلا. هبدأ بسم الله بقى اجيب الحلة. اول حاجة هحط الملح، وادي اللبن البودرة احطه على الدقيق، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا وكده. واجيب الحلة بتاعتي، هذه الحلة. هبدأ بقى ان انا احط المية بتاعتي. ادي كوباية، احط يعني حوالي كده 5 كوبايات من المية.
حطيت طبعا 4 كوبايات من الميه ونص. ما حطيتش ال5 ليه؟ لان في هنا عندي العجينه السائل بتاع الخميره. هبدا احط كده اهو، اقلبه تمام. هبدا انزل بالدقيق بتاعي. اهم حاجه في مرحله العجين ان هو يتعجن كويس جدا اهو. حطيته كده، هبدا بقى ان انا اعجن فيه لغايه ما اتلم العجينه معايا. هحتاج ميه، هحط ميه تاني مفيش مشاكل اهو كده. طبعا الدقيق احنا قلنا الدقيق انواع، ممكن في دقيق يمتص السوائل وفي دقيق ما ياخدش سوائل كتير. افضل اعجن كده لغايه ما تتكون عندي عجينه. ادي حبايبي العجينه بتاعتي ملزقه، شايفين المنظر؟ بس بعد ما نحط السمنه بتاعتي اهي، السمنه والزيت، ونبدا بقى ان احنا نعجن ايه، نعجن جامد يعني ما يقلش عن 10 دقايق في العجين. وهنشوف العجينه شكلها ازاي بعد ما نعجن. هرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ادي حبايبي العجينه بتاعتي بقت جميله جدا اهي، ممتازه. هبدا بقى ان انا ايه، اسخن غطا الحله واحطه على العجينه، هدفيها كويس. وعلى بال ما اجهز الزيتون واجهز البصل كمان احنا ما عملناهوش. هجهز بصلايه كده كبيره حلوه، اقطعها جوليان او ترانشات كده، والزيتون برضو. هرجع لكم بعد ما تختمر العجينه. وادي يا حبايبي العجينه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله عليها. هبدا بقى ان انا اعمل ايديا بالزيت عشان اعرف ايه ان انا اقطعها، عشان طبعا هي طريه. بسم الله نديها كده ايه، شايفين جميله خالص. اهم حاجه في العجينه ان هي تختمر. هعملها قطع كده كور كده متساويه، او هاجي انزلها الاول على المفرش. كده حطيت كده شويه دقيق على المفرش بتاعي عشان العجينه طريه شويه. فانا هبدا ايه، انزل كده بقطعه قطعه بسم الله كده. طبعا هرش رشه دقيق كده، وهبدا ان انا ايه، اعملها كده المها. طبعا هي عامله زي الايه، الاسبونج، هي معموله اهو شايفين. كده انا ايه، اعملها اسطوانيه بحيث ان انا اقطعها قد بعض. بسم الله. عملت ايديا دقيق بسم الله. هبدا بقى ان انا اقطعها على حسب الحجم اللي انا عايزاه. الحجم ده كبير، هبدا كده بسم الله. القطعه ممكن نقسمها لاتنين، نقطع الاول وبعد كده ايه نقسمها. وقف ادي كده. هبدا ان انا ايه، اقسمها كده بحيث هي تبقى نصين قد بعض. ادي كده اهو. ادي اهو. ادي جهزت صينيه اهي، رشيت رشه دقيق عليها. هبدا بقى ان انا ايه، اكور العجينه بتاعتي كور كده اهي بالشكل ده. بالشكل ده كده. طبعا تعملي ميني بيتزا
ممكن تعملي فينو وتخليه بقى لايه للمدارس بدل ما تشتري حاجه ضمناها طبعا في البيت ونضيفه اهو. في بيتزا تحطيها في الفريزر، وطبعا تطلعيها قبل ما ميعاد الولاد بحوالي كده ساعه تفك مع نفسها، تحطيها تحت الشوايه طبعا عشان جزيئات العيش بتتفكك، فلازم تتجمع من تاني. ازاي؟ في الميه في الفرن لما نحط الشوايه كده طبعا. واحنا بنعمل الكور كده شايفين بمطها كده واقفلها كده من الجناب واعمل لها كده بحيث ان هي تبقى مليانه هواء من جوه، لسه هتختمر طبعا. وطبعا على حسب ما انت عايزه خليه النحل، عايزاها تبقى صغيره يعني كرات حلوه صغيره كده، ممكن تصغري القطعه بتاعتك شويه اهو. طبعا الاخت ناني عامله دوشه هنا، لازم كل فيديو تطلع عامله لنا دوشه وغابه اهو بالشكل ده. هسيبها بس كده في الصينيه يعني مش كتير، يعني 10 دقايق بس. اغطيها بالفوطه واغطيها بيها عشان نشتغل على طول بالشكل ده. هقطع الباقي بقى وارجع لكم. طبعا على بال ما نسيب العجينه بتاعتنا تريح شويه، هنا انا قطعت الزيتون ده اللي خليناه مع بعض، قطعته كده شرايح. هجيب بقى الثوم هنزل بيه على الصلصه بتاعتي، واحط طبعا مجهزه ملح وفلفل اسود وروزماري اهو كده، ونقلب بقى لغايه ما يتجانس الخليط ده كله مع بعض. عايزه تنزلي عليه بشويه زيت مفيش مشاكل، مش عايزه يبقى الاكل هيلثي كده وجميل يبقى افضل عشان ما نكترش من الدهون اهو بالشكل ده. شايفين؟ نركن كده ونشوف العجينه بتاعتنا. هنا حبايبي الصينيه دهنها كويس زيت. هبدا افتح النوتيلا معاكم بسم الله. اجيب بقى كرة من اللي احنا عملناها كده اهو، وابططها كويس اهو، واجيب نوتيلا واحطها في النص وهقفل كده اهو بالشكل ده، واقرص احط كده الكرة بتاعتي في النص. هبدأ بقى ان انا افرد واحدة واحدة بالشكل ده، واحط النوتيلا كده في النص. ما تكتريش عشان ما تطلعش بره العجينه، انا عايزه كل حاجه جوه العجينه اهو بالشكل ده. اقفل كويس واحط كده. طبعا بين كل كره والتانيه مش مسافه كبيره، يعني مسافه صغيره بحيث ان هي لما تختمر بقى العجينه بتاعتي هبدا اهو بالشكل ده. لما تختمر هتضم على بعض كلها اهو مثلا كده اهو. انا بوريكم بس اول صف وبعد كده هكمل الباقي ونشوف الشكل مع بعض اهو كده. النوتيلا اعملها كده واقفل كويس بالشكل ده. طبعا الكور على زي ما انت عايزاها، يعني الكرة دي هتختمر وهتبقى بسم الله ما شاء الله عليها، عاملها برضو حلو. ادي كورها كويس جدا، وابدا ان انا احطها. فاضل ان انا احط واحده كده واحط برضو الباقي كده حوالين داير. هخلص واوريكم قبل ما تختمر شكلها ازاي. ده حبايبي خلية النحل اللي معانا، ممكن تحشوها جبنة اي حاجة تانية. نتنقل بقى للميني بيتزا. هحطها كده في الفرن على الشبكة كده لغاية ما اخلص هتكون اختمرت. طبعا الفرن مش شغال. هجيب بقى العجينة بسم الله
اهي كده، وهبدأ ان انا ابططها. شايفين بتتبطط معايا بكل سهولة واريحية اهو بالشكل ده. هبدأ احطها على الصينية. هبدأ كده اهو بالشكل ده. هجيب واحدة تانية. دي الميني بيتزا، تخلوها بقى للساندوتشات، تعملوها لولادكم كده وتحطوها في الفريزر، هتسهل لكم كل حاجة. نجيب واحدة تانية اهو. شايفين لما بتختمر كده بتبقى جميلة جدا جدا اهو بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا ايه اجيب الصلصة بتاعتي، صلصة البيتزا. اهو. دي طبعا بيتزا خضار مفيدة جدا جدا. الخضار اللي مش بيحبوه ان هم ياكلوه هتعمله لهم فين؟ في البيتزا بتاعتنا. ادي بصلايه كده بالشكل ده. نجيب كمان فلفل اخضر، نجيب الفاصوليا بتاعتنا مفيده ومغذيه جدا جدا اهو، مسلوقه كده نص سلقه. دي طبعا هتبقى تحفه. نجيب شويه من الكوسه، مش هكتر كده اهو بالشكل ده. كوسه مفيده جدا للقلب. اجيب الطماطم الصغيره بتاعتي او الكريز شيري، طماطم شيري كده اهو. اجيب الزيتون طبعا مملح كده وجميل. طبعا لو انتي هتعمليها ليكي هتحطي شطه حاره. هنشوف دلوقتي اللي احنا ناكلها نعمل بيها ازاي، نعملها ازاي. ادي كده هسيبها بقى لما تختمر وبعد كده اسويها. واحده تانية كده، صينيه تانية هبدأ ان انا اعمل اهو فيها كذا واحده كده اهو بالشكل ده. العجينه لما مخدومه كويس بتتفرد معايا بكل سهوله اهو شايفين. نجيب واحده صغيره كده احطها في النص. هبدأ بقى ان انا ايه فرد. هبدأ بقى ان انا احط الصلصه بتاعتي اهو. هبدأ ان انا افردها على الميني بيتزا بتاعتي بالشكل دي كده. ده من البصل، عايز يحط اكتر من كده مفيش مشاكل جدا يعني، كله حلو جدا. نحط بصلايه تانية هنا، نحط الفلفل. طبعا الحاجات دي بتبقى سهله جدا والاطفال بيحبوها خالص يعني، وبتبقى ممتعه. بياكلوا الخضار اللي فيها، بينوعوا عن السندوتشات. يلا سندوتشات جبنه مربى، اي جبنه تانية، اي حاجه يعني اهو. ادي اجيب الشطه الحاره، ده طبعا مش للولاد، ده لينا احنا اهو. الشطه الحاره دي يعني قطعه واحده بتكفي بصراحه. واجيب الزيتون اهو. طبعا في ناس ما بتحبش الكوسه، عادي ممكن ما تحطوهاش خالص مفيش مشاكل. هنحط ده من غير كوسه اهو بالشكل ده كده تمام. وادي الطماطم بتاعتي بس كده ايه. هركنها بقى على جنب ونعمل البيتزا بتاعتنا الكبيرة. هبدأ بقى اجيب قطعة كبيرة من العجينة عشان افردها تبقى البيتزا عادية. طبعا القالب بتاعي مستطيل، فانا ايه هفرد العجينة
زي ما انا عايزة. ممكن افردها على المفرش، وممكن كمان اعملها على ايدي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبدأ بسم الله. طبعا هي بتفرد معايا بسهولة. ادي يا حبايبي العجينة. العجينة كده جهزت. هبدأ احط الصلصة بتاعتي بسم الله. الصلصة بتاعتي اهو كده بالشكل ده. طبعا الصلصة والتومة كمان وهي نية كده بتدي طعم رهيب. هبدأ بقى انزل بقى انا عن نفسي بحب الخضار الكتير في البيتزا اكتر من ان العيش. طبعا نسيت اعمل العجينة كده من النص اهو بالشكل ده عشان ما تنفش معايا. طبعا هوريها لكم هنعملها مع بعض. طبعا نحط باقي الكوسة كده في البيتزا دي اهو بالشكل ده كده، عشان اولادي ما بيحبوهاش بيحبوش الكوسة اهو. تمام. هبدأ بقى انزل بالفاصوليا. لو عندك جبنة تحطي جبن اللي انت عايزاها، بس احنا النهاردة عاملينها بالخضار. وهبدأ احط ادي الزيتون بتاعنا، واحط الشطة بقى الحارة تبقى تحفة، طعم جميل جدا بالشكل ده. ادي الفلفل بتاعنا، وكمان الطماطم بتاعتنا ما ننساهاش بالشكل ده. في ناس تقول ايه ده، ايه الحشوه الرهيبه دي؟ بس دي مغذيه جدا وفيها قيمه غذائيه لا يعلى عليها بصراحه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. ده هنا هبدا فردت واحده، لازم نعمل لها كده عشان ما تبقاش ما تقبش كده وتبقى تبقى زي العيش، زيها زي العيش. ننزل بالصلصه. لعلمكم في بيتزا في ايطاليا عبارة عن صلصة بس وبصل، ما فيهاش اي خضار تاني. شفتها في ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي، كان في واحد بيجيب الاكلات المشهورة بتاع الاماكن وكده، فجاب طبعا البيتزا الايطالية بالشكل ده كده. تمام جدا. وهبدأ احط البصل والفلفل بتاعي، وادي الزيتون طبعا كده تحفة، وادي الفاصوليا بتاعتي والطماطم بالشكل ده. يلا بينا بقى نشوف نوع تاني هنعمله مع بعض. ده القالب بتاع الانجليش كيك. هجيب كور من اللي احنا عملناها بالشكل ده، وهبدأ اعمل اهو اكور بالشكل ده، والف رول واثبته من هنا من الجناب اهو بالشكل ده، كأنك بتعملي عيش فينو اهو بالشكل ده. واعمله كده واحط كده. اجيب واحدة تانية افردها بالشكل ده، واجيب برضو رول اهو بالشكل ده كده، واقفل من الجناب ومن تحت ومن كل حته. وطبعا هحط على الحته اللي هي اللي متقفله احطها كده. اجيب كره تالته بالشكل ده. ده بقى هنعمله زي التوست اهو بالشكل ده. طلعوه وتعملوا له نوتيلا، مربى، بالشكل اللي تحبوه اهو بالشكل ده. نسيبهم طبعا يختمروا مع بعض بالشكل كده 3 جنب بعض، وهنشوف شكلهم هيبقى ازاي.
هشوفكم بقى بعد ما اسوي المعجنات بتاعتي. طبعا هحطها لغايه ما تختمر، وبعد كده هشغل الفرن واسويها وارجع لكم. وادي حبايبي المعجنات اللي احنا عملناها. ادي خلية النحل، نشوف كده شايفين حتى النوتيلا طالعه منها ازاي، شكلها جميل جدا وطعمها بصراحه هيعجبكم. والبيتزا الميني بيتزا اللي احنا عملناها والبيتزا الكبيره اللي احنا عملناها، وادي اللي عملناه في قالب الانجليش كيك، والخيار ده اللي احنا مخللينه مع بعض، والكاتشب انا عاملاه في البيت. يا ريت تعجبكم الطريقه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.